ميكروفون صوت العرب يقدم عندنا كام لعبة؟ تختار لك ايه؟ سلة، طايرة قدم، فروسية ولا كاراتيه؟ جنود، مصارعة، ملاكمة، سباحة، ولا كروكيه؟ شيش، يد، أثقال. خش الملك واختار. لعبتك ايه؟ لعبتك ايه؟ المدير الفني حسام عبد الهادي. الفنان القدير كمال الشناوي، كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا ستي، اهلا بيكي. لعبتك ايه معانا النهارده؟ لعبتي ولا نختار لك احنا؟ لا ابدا، اختاري، ما أنا بلعب اي حاجه. تلعب معانا كرة الماء؟ جميله. طيب هبدأ مع حضرتك اقول لك كرة الماء محتاجة ليه حمام سباحة لممارستها، فما هو حمام السباحة الفني اللي أول مرة مارست فيه هوايتك الفنية؟ هو كانت اول مره في الهوايه كان المسرح المدرسي. لو قلنا الإنتاج بالنسبة للفنان كمال الشناوي، هل يعتبر أهم أهدافه الفنية في كرة الماء الفنية؟ الانتاج عمليه كانت سهله جدا زمان، وكنا بنجد فيه معاونه، واغلب الممثلين انتجوا. ايه اصعب هدف حققته في كرة الماء الفنية في السينما؟ والله اصعب هدف في ادوار انا بتحدى فيها نفسي. في اول خروج عن الدور المألوف في فيلم كان اسمه المرأة المجهولة. في الفترة الاخيرة مثلا الارهاب والكباب، دور وزير الداخلية. الفنان كمال الشناوي، لو قلنا حمام السباحة المسرحي، لماذا لم تجرب النزول اليه ولعب كرة الماء فيه؟ لا انا نزلت في حمام السباحة. نزلت مرة؟ لا مش مرة، هم يجي 3 مرات. بس للأسف وبكرر للأسف ان انا غلطت. تيم وورك او مجموعة وهي بتشتغل على المسرح، الفريق ده بيبقى فيهم نشاز، وبيبقى زي ما بيقولوا خروج عن النص. فنان كمال الشناوي، اللون الكوميدي في اعمالك نقدر نعتبره من اندر اهدافك في كرة الماء الفنية؟ انا احب الادوار الكوميدية جدا 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 جدا، لان بدايتي كانت كوميدي، حاجات الخفيفة اللايت. لكن عاملها قليل جدا. لا بالعكس، انا في كل دور بحاول اشرق شويه كده، تاتشات 3 4 كده. يعني دور وزير الداخليه ده شخصيه المفروض صارمه وجديه، ومفيش، كنت بحاول ان انا اصطاد حركه. يعني لما كانوا ساعه لما بيقولوا هم طالبين كباب، فبقول للظباط اللي معايا دول طالبين كباب، اجيب لهم كباب منين؟ الفنان كمال الشناوي، نقدر نقول انه كان في خصم عنيد قدامك فنيا، كنت بتتفادى الى حد ما انك انت تلعب معاه كرة الماء الفنية؟ شوفي، مرة من المرات كان عندنا تصوير، وجاء محمود مرسي قال لا انا مش هقدر اشتغل الصبح لانه عنده محاضرة في معهد السينما. فقالوا طب انت بقى تشتغل في ديكورك، ونخلي الديكور الثاني انت ومحمود لبكرة، اليوم تاني يعني. فرحت اشتغلت في اوضتي انا في مكتبي، مش عارف كان مع مين معايا، صلاح ابي الله يرحمه وحسن يوسف. وبعدين رحت عشان اتفرج على الحاجات اللي احنا سجلتها دي، فلقيت محمود مرسي قاعد في الاوضه تحت الكنترول شايفني وانا بمثل. يبقى الله، ايه معنى ان هو قال ان هو كان مشغول في محاضره في معهد السينما، وجينا احنا التصوير بتاع المشاهد اللي انا وهو تاني يوم، وجاه الله. طب ما كان جاه وعملنا شغل. فانا حسيت ان هو جاي يتفرج عليا، يشوف ادائي ازاي، زي مثلا زي اللاعب ايه اللي بيلعب ازاي وبيتحاور ازاي والحاجات دي. فقلت له يا اخويا انت بقى روح شارع المعهد ومش عارف ايه وبتاع، يعني كنا عملنا شغلنا مع بعض. فاحنا الاثنين كنا بنتحدى بعض، وكانت فعلا مباراة فنية. الناس فعلا كانوا بيقولوا كان نوع من يعني السيمفونية، ازاي الاثنين دول بيلعبوا مع بعض وبتاع. فازاي هو بيحاورني وازاي انا بحاوره، وازاي انا اديله طريقة الاداء بتاعي، وهو كل ده بيعمل لصالح الفن في النهاية. في كرة الماء الفنية اللي لعبناها النهاردة انا وحضرتك، مين فينا اللي فاز؟ انت اللي فايزة طبعا.